الأيقونة المصرية وأفضل لاعب في تاريخ مصر وأفريقيا، اللاعب اللي أزاح التود ركبة من على عرش أفريقيا علشان يبقى أفضل لاعب أفريقي في تاريخ البريمير ليج، تحدى أفضل مهاجمين العالم مرورا بالنسخة المرعبة من هاري كين مع توتنهام، والمنافسة الأسطورية بينه وبين فاردي ومهاجم الجانرز أوباميانج، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، وصولا بالفايكنج سفاح المان سيتي إيرلينج هالاند. النهارده هحكي لك قصة مو صلاح من بدايته في المقاولين العرب لحد وقتنا الحالي، ولأن القصة مليانة بالأحداث القوية فما كانش ينفع نعملها على فيديو واحد، فده أول جزء من سلسلة ومسيرة محمد صلاح، والجزء ده هيكون بعنوان الطريق إلى لندن. فجهز سماعتك ومج النسكافيه بتاعك وتعالى نعيش قصة المو صلاح. الحكايه بتبدا مع نادي بيصارع على الهبوط. طبعا انت مستنيني احكي لك عن نشأة محمد صلاح، اتولد فين وجه منين وكل الكلام ده، بس انا حابب اقول لك ان انا مش بتاع تاريخ وجغرافيا، انا جاي لك بالمفيد على طول، وجايب لك ملخص جامد يستاهل اللايك بتاعك. ونبدا بموسم 2009 2010. ضربه البدايه مع المقاولين العرب. صلاح بالنسبه له اللعب في الدوري المصري ده كان حاجه كبيره، وبيلعب اول مباراه ليه في تاريخه في الدوري المصري امام المنصوره، والفريق بيتعادل 1-1 بعد نزول صلاح في الدقيقه 79. والغريب انه كان بيلعب باك ليفت مش وينج يعني زي ما كلنا عارفين، بس المدرب وقتها كان شايف ان الواد اللي لسه جايبينه جديد اللي اسمه محمد صلاح ما ينفعش نعتمد عليه الموسم الحالي، وكمان مش هنلعبه باك ليفت، احنا هنلعبه جناح شمال. وبالفعل صلاح الموسم ده ما شاركش مع فريقه الا في 5 ماتشات، ساهم فيهم بهدف يتيم كان قدام مصر للمقصه، ويخلص الموسم الاول لصلاح بحلو ومره. وبيبدا الموسم الثاني مع المقاولين العرب موسم 2010 2011. محمد صلاح اتغير مركزه من جناح شمال مهاجم تاني، ومنتخب مصر للشباب بيستدعيه علشان يلعب كام ماتش ودي معاهم، ولكن الغريب ان منتخب مصر لعب 9 ماتشات، صلاح ما شاركش حتى معاهم بدقيقة واحدة، ده كان كل مرة بيبقى خارج القائمة. وبعدها على طول منتخب مصر للشباب بيخش بطولة افريقيا وبرضه بيستدعوا صلاح. اول 4 ماتشات صلاح خارج القائمة، انا مش عارف بيعاملوا صلاح كده ليه، ولكن المدرب بيقرر ان هو ينزله ويلعب معاهم الماتشين اللي فاضلين، وصلاح بيصنع هدف فيهم، وبيرجع للمقاولين والمدرب بدأ يديله ماتشات، ووقتها لعب امام الاهلي في الدوري مباراه للتاريخ، كان مبهدل احمد السيد اللي كان واحد من افضل المدافعين في مصر وقتها، وصلاح ما يستكفاش بكده، ده بيسجل هدف مهم في مرمى النادي الاهلي، ووقتها فعلا عمل مباراه اقل ما يقال عليها انها تاريخيه. وبيكمل الموسم مع المقاولين وشارك معاهم في 24 مباراه، سجل 5 وصنع 2، وفعلا اللي جاي كله كان بدايه تألق افضل لاعب في تاريخ مصر. صلاح في نفس الموسم بيروح منتخب مصر تحت 20 سنه وبيوصل معاهم لنصف نهائي بطولة افريقيا، وبيخرجوا من الكاميرون بعد ما خسروا 4-2، وبعدها على طول منتخب مصر الاولمبي بيستدعيه وبيلعب معاهم بطولة افريقيا، وبرضه بيوصل معاهم نصف النهائي، وبعدين يخرجوا ضد المغرب بعد ما خسروا 3-2. صلاح بدأ يطلب في كل الفئات العمرية، وبيرجع تاني علشان يلعب مع منتخب مصر تحت 20 سنة في بطولة كأس العالم. وصلاح عمل بطولة كويسة بعد ما صنع هدف امام النمسا وبيسجل امام الارجنتين، وبيخلص موسم 2010 2011 وبيبدأ موسم جديد للمو صلاح وهو موسم 2011 2012. الموسم ده كان مختلف عن اي موسم تاني، لان الموسم ده هيكون السبب في البدايه الاوروبيه. مع المقاولين العرب صلاح بيعمل ارقام زي اي جناح، بيسجل 7 وبيصنع 3 في 15 مباراه، بس صلاح كان عنده موهبه وعنده مميزات مش موجوده في اي لاعب تاني، وهي انه بيمتلك قدم يساريه فتاكه، لاعب عنده سرعه انفجاريه وخفيف لدرجه ان فريق بحجم الزمالك يفكر فيه، بس طبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل، والتصريح اللي قاله رئيس الزمالك ان محمد صلاح لا يليق بنادي الزمالك، بس ربنا بيحب صلاح وكان في فريق اوروبي بيتابعه وهو نادي بازل السويسري اللي اهتموا بيه وبداوا فعلا يتابعوه بعد الاولمبياد. بطوله كانت سبب في ان صلاح ينتقل لبازل بعد ما سجل هدف جميل امام البرازيل، وهدف تاني في منتخب نيوزيلندا، وهدف تالت في منتخب بيلاروسيا. وبتتأهل مصر وبتقابل منتخب اليابان وبتخسر بثلاثيه وبتخرج من البطوله وقتها، بس صلاح كان من نجوم المنتخب وكان هو ابرز موهبه وقتها مع النني. بعدها نادي بازل طلب من منتخب مصر تحت 23 سنه لعب مباراه وديه، وكانت غريبه شويه ان نادي يلعب امام منتخب، بس هم قرروا يلعبوا المباراه دي علشان يضموا 2 لاعيبه من مصر، الاول هو محمد صلاح نجم المنتخب، والتاني هو محمد النني. ولحسن حظهم النني سجل الهدف الاول لمنتخب مصر، وصلاح نزل بديل في الشوط الثاني وسجل هدفين قدامهم في مباراه خلصت لمنتخبنا بالفوز 4-3. وعلى طول بازل بتبعت عرض النادي المقاولين العرب، العرض
والعرض كان بقيمة 2.5 مليون دولار مقابل شراء محمد صلاح، والعرض فعلا بيتقبل. وبينتقل صلاح لنادي بازل السويسري علشان يبدأ صلاح الرحلة إلى أوروبا، ومن هنا تبدأ الحكاية. احنا الآن مع نسخة صلاح مع بازل السويسري. صلاح كان حظه وحش، وأول مباراة بيلعبها بيتصاب وبيغيب بعدها 3 ماتشات كمان في الدوري السويسري. بس بعد الإصابة صلاح بيرجع وبيكسر الدنيا، وبيلعب أمام نادي سون وبيسجل هدف، وبعدها بيلعب أمام نادي لوزان وبيسجل هدف وبيصنع هدف. وبدأ صلاح في التألق لحد ما جات له البطولة اللي برزت إمكانياته، وهي بطولة اليوروبا ليج. صلاح كان ماشي عمال يشوط في التخين، يقابل سبورتنج لشبونة يصنع فيهم هدفين، يقابل زينت الروسي يصنع فيهم هدفين. صلاح بدأت قيمته التسويقية ترتفع لدرجة انها وصلت من 1.5 مليون ل 4 مليون دولار، ولسه بنقول يا هادي. ويقدر صلاح انه يصعد بفريقه لدور ال16 لمقابلة الديك الانجليزي علشان يقابل فريق توتنهام في ربع نهائي اليوروبا ليج. المباراة الاولى خلصت بالتعادل 2-2. صلاح ما قدمش افضل اداء ليه بالرغم من انه لعب 84 دقيقة مع الفريق. وبتيجي مباراة العودة، توتنهام هي اللي بتسجل هدف عن طريق ديمبيسي في الدقيقة 23، ولكن ما يعديش 3 دقايق بس وصلاح بيعدل النتيجة. المباراة فضلت مولعة، وبازل تسجل وتوتنهام تتعادل لحد ما تيجي ضربات الترجيح، وبازل بتخرج توتنهام من دور ربع النهائي. وبيستمر محمد صلاح في التألق وبيقود بازل لنصف نهائي اليوروبا ليج علشان تيجي فرصة عمره ويلعب امام اعين افضل مدربي العالم جوزيه مورينيو. ماتش كبير امام تشيلسي بكل النجوم اللي فيه، هازارد ولامبارد وبيتر تشيك وفرناندو توريس واشلي كول ونجوم كبيرة. وبتلعب بازل امام تشيلسي في نصف نهائي اليوروبا ليج. صلاح اول مباراة كان عامل اداء كويس، ولكن برضه ما كانش الافضل، ووقتها بازل بتخسر بهدفين مقابل هدف امام تشيلسي. وفي المباراة التانية كالعادة صلاح بيتألق وبيسجل هدف في الدقيقة 45، وبيحاول يرجع بازل في المنافسة او الوصول لنهائي اليوروبا ليج. ولكن البلوز كان لها رأي تاني بعد ما سجلوا ثلاثية عن طريق توريس وموزيس وديفيد لويس، وبتخرج بازل من دور نصف النهائي بعد اداء مشرف. اما في الدوري فبازل قدرت تحقق الدوري علشان يبقى اول لقب جماعي في مسيرة محمد صلاح. اما على المستوى الفردي فصلاح من اول موسم خد افضل لاعب في سويسرا موسم 2012-2013 بعد ما سجل 10 اهداف وصنع 11. وبكده نقدر نقول ان صلاح اول موسم ليه عمل نجاحات كبيرة بعد الفوز بالدوري والوصول لنصف نهائي اليوروبا ليج، وكمان وصيف الكاس والفوز بافضل لاعب في سويسرا. موسم كله نجاحات للفرعون المصري علشان بقى بعدها يفوز بجائزة افضل لاعب افريقي صاعد. يعني بدايات صلاح كانت تعرفك ان في لاعب عالمي جاي في الطريق. وننتقل للموسم الاخير لمحمد صلاح مع نادي بازل السويسري وانتهاء مسيرته في سويسرا، ونبدا موسم 2013-2014. صلاح بدأ الموسم كما يجب ان يكون، ومن اول مباراة في الدوري بيسجل هدف امام فريق ارو. ولحد منتصف الموسم ارقام صلاح في الدوري والكاس كانت كويسة، لعب 19 مباراة في الدوري والكاس، سجل 5 وصنع 5، كان بعدد دقايق 1222 دقيقة. يعني لو جينا نشوف صلاح لعب كام مباراة بعدد الدقايق ده هنلاقي ان صلاح لعب 12 مباراة تقريبا، ساهم فيهم ب10 اهداف. ده كان على مستوى الدوري والكاس. ولان بازل السويسري كان بطل الدوري اتأهل لبطولة دوري ابطال اوروبا، وبتتعمل القرعة، وبتقع بازل في مجموعة صعبة بتضم نادي تشيلسي اللي لسه ملعبه الموسم اللي فات في نصف نهائي اليوروبا ليج، وكمان المجموعة بتضم نادي شالكا الالماني وفريق بوخارست الروماني. الصدفة بتوقع محمد صلاح تاني امام نادي تشيلسي وتحت اعين مورينيو. وبتلعب بازل اول مباراة ليها امام نادي تشيلسي. تشيلسي كالعادة هي الفريق الاقوى، واوسكار بيسجل هدف قبل نهاية الشوط الاول، ولكن الفرعون المصري بيعدل النتيجة بهدف في الزاوية البعيدة في مرمى بيتر تشيك. وبتفوز بازل في النهاية 2-1 على تشيلسي، وبتاخد اول 3 نقاط. بازل بعدها عملت نتائج سيئة بخسارة امام شالكا، وتعادلوا رايح جاي امام نادي بوخارست الروماني. وبيرجع صلاح تاني ويلعب امام نادي تشيلسي، وكالعادة الملك المصري بيتألق امام تشيلسي وبيسجل هدف الفوز امامهم، وبياخد منهم 3 نقاط تاني. ومورينيو مستغرب من اداء المو صلاح، ووصلت قيمة محمد صلاح من 4 مليون دولار الى 8.5 مليون دولار مع نادي بازل السويسري. كل ده واحنا لسه في نصف الموسم، وفعلا الاندية بدأت تتصارع على ضم محمد صلاح. وقتها كان في منافسة شرسة بين ليفربول وتشيلسي في ضم محمد صلاح، وطلع كلام تاني ان في 5 اندية المانية بتسعى لضم محمد صلاح زي نادي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ونادي فولفسبورج وبايرن ليفركوزن ونادي بروسيا مونشنجلادباخ. كمان كان فيه اهتمام كبير من نادي يوفنتوس وجالاتا سراي وموناكو الفرنسي. ولكن زي ما قلت لك ان المنافسة الحقيقية كانت بين تشيلسي وليفربول، وبتنجح تشيلسي في ضم صلاح مقابل 16.5 مليون دولار في صفقة تاريخية واغلى صفقة في تاريخ اللعيبة المصرية. وبنسمع بعدها تصريحات مورينيو التاريخية اللي قال فيها: خضت حربا من
من اجل جلب صلاح الى تشيلسي. اما على مستوى المنتخب فكانت دي اسوأ فترة عدت على منتخب مصر، فترة كان فيها مشاكل سياسية وكمان اعتزال 90% من قوام منتخب مصر اللي لعب بطولة 2010 علشان تختم مصر الفترة الاسوأ في تاريخها وتخسر امام غانا في تصفيات افريقيا بنتيجة غير متوقعة تماما، وبتخسر 6-1 في مباراة قال صلاح انها اسوأ مباراة ممكن يفتكرها في حياته. ولحد هنا بيخلص الجزء الاول، قصة وريتك فيها طريق محمد صلاح للوصول الى لندن. لكن الجزء الثاني هيبقى اشبه بافلام هوليود، لان صلاح هيعمل نسخة اعجازية مع فريق روما، نسخة هيدمر فيها كل فرق ايطاليا، نسخة هتكون بعنوان ذئب روما الجائع. وطبعا مش هننسى فترته مع نادي تشيلسي ونادي فيورنتينا الايطالي. فلو حابب اننا نعمل الجزء الثاني ونستمر في قصة المو صلاح يبقى لازم نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك، وكمان ما تنساش الكومنتات لان انا متعتك بقصة اسطورية، فقاعد مستني متعة الكومنتات بتاعتكم يا ابطال.